هتعملي كيكة فراولة من 4 طبقات في منتهى اللذاذة. طعمها خطير جدا، كل طبقة أحلى من التانية. بجد سهلة وبسيطة. جايبالك النهاردة طريقة اقتصادية للكيكة ببيضتين بس. هنعملها من غير خلاط ولا مضرب ولا أي حاجة خالص. تعالي سمي الله كده وشوفي معايا الطريقة والمقادير، هتعجبك جدا. في البولة بتاعتي هنزل ببيضتين درجة حرارة المطبخ، عليهم على طول باكت من الفانيليا البودر أو نص معلقة من الفانيليا السايلة، وكوباية إلا ربع من السكر. وعايزة أقولك السكر بتاعها مظبوط جدا. ونضرب كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بمضرب يدوي بشوكة بأي حاجة. الموضوع مش محتاج خلاط خالص ولا مضرب كهرباء. نص كوبايه من الزيت، نضرب كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، لغايه ما تحسي كده ان القوام يفتح معاكي وتقل شويه. طبعا السكر مش هيدوب خالص في المرحله دي. بعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من اللبن. اللبن بتاعنا يكون دافي شويه علشان يدوب لي السكر تماما. هتقلبي كويس قوي لغايه ما تحسي ان السكر اختفى معاكي خالص. هنزل عليهم بكوبايه ونص من الدقيق، طبعا بنفس الكوبايه اللي انا كنت بعاير بيها من اول الفيديو. تمام. عندي معلقه كبيره من بيكنج باودر ورشه كده من الملح. وهنرجع بقى نقلب تاني الكلام ده كله كويس جدا في نفس الاتجاه. ما تروحيش بقى وترجعي تاني عشان ما تخرجيش الهواء اللي احنا دخلناه في الكيكه بتاعتنا. شايفين اهو قوام الكيكه بتاعتنا ما بيكونش تقيل ولا خفيف، بيكون وسط زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. اخر حاجه هنزل بيها معلقه كبيره من الخل. وطبعا دي هتدينا بقى لون حلو للكيكه بتاعتنا وارتفاع وهشاشه وخفه ما اقولكوش. كده قلبت الكيكه بتاعتي كويس جدا. هجيب بقى الصينيه بتاعتي مقاس 30 في 25، يعني اكبر حاجه عندي في الطقم. هديها كده مسحه من الزيت ونغلفها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. هتجيب اكبر صينيه عندك علشان لسه طبعا في طبقات تانية هنحطها. ولسه الكيك بتاعنا هيرتفع في الفرن، ولسه في كيكه في طبقه كريمه، طبقه جيلي، طبقه فاكهه. فمحتاجين حاجه كده تكون ارتفاعها عالي شويه عشان تاخد معانا الطبقات دي كلها. ويفضل لو عندك بايركس يكون طبعا حلو قوي في الوصفه دي، عشان طبعا الطبقات كده تكون باينه في الجنب. تاني حاجه بقى، دخلنا كده الكيكه بتاعتنا على 180 في الرف الوسطاني. هتاخد معاكي حوالي ساعه الا ربع في الفرن. وهي في الفرن بقى هنحضر باقي الطبقات. عندي بقى هنا كوبايه من الكريم شانتيه الخام. هنحط عليه نص كوبايه كده من الميه الساقعه كده مبدئيا. هشوف بقى محتاج تاني ميه ولا لا عشان بس ما يسيبش مني. وضفت عليها بقى معلقتين كبار من القشطه اللي هي وش اللبن، وباكت من الفانيليا البودر او فانيليا سايله. الفانيليا السايله بتكون احلى بكتير بس انا ما كانتش موجوده عندي. ومعلقتين كده كبار من السكر. وهفضل اضربهم كويس جدا بمضرب الكهرباء. طبعا دي محتاجه مضرب كهرباء، مش هينفع اقولك بقى مضرب عادي. وهنضربهم كويس جدا. طبعا لقيت الكيكه الكريمه بتاعتي تقلت قوي فمحتاجه ميه. فكملت بقى كوبايه الميه، يبقى كوبايه الكريمه خدت معايا كوبايه ميه. وطبعا ده عشان احنا في الشتاء. دخلت بقى البوله التلاجة عشان تفضل الكريمه متماسكه وما تفكش مني خالص. تاني حاجه بقى هنحضرها مع بعض، وهي طبقه الجيلي. باكت واحد كده من الجيلي الفراوله. هو واحد بس يا جماعه، ما تكتروش، مش هناخد اكتر من كده. هضيف عليه كوبايه كده من الميه المغليه او الميه السخنه. وندوب الجيلي بتاعنا كويس جدا. وبعد كده هنزل عليها بنص كوبايه من الميه العاديه من الحنفيه. يبقى احنا كده الباكت بتاعنا بياخد اصلا في العادي كوبايتين ميه ساقعه، كوبايه ساقعه وكوبايه سخنه. فانا حطيت عليه كوبايه ونص بس. وده عشان يكون معايا متماسك كده وما يسيحش معايا. طلعت بقى الكيكه بتاعتي من الفرن زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ارتفاعها حلو جدا بالنسبه لوسع الصينيه اللي هي محطوطه فيها. طبعا بعد ما هديت معايا خالص، وجبت بقى كوبايه من اللبن. اللبن ده ساقع من التلاجة. كوبايه، كوبايه الا ربع، نص كوبايه زي ما انت حابه. وسقيت بيها الكيكه بتاعتي عشان تبقى كده طريه جدا جدا. تديكي كده تيست القشطوطه، فاهميني؟ تبقى الكيكه كده مسقيه باللبن ودسمه وطعمها حلو خالص. مش عايزه تعملي الاضافه دي يعني مفيش مشكله. هنزل بقى بالكريم شانتيه بتاعنا. طبعا عايزه اقول لكم كيكه يعني تبقى بارده خالص خالص خالص، ما تبقاش سخنه علشان ما تسيحش طبقه الكريمه دي. وتوزعيها كويس جدا وتقفلي اي فتحه. يعني انا مش عايزه الجيلي لما احطه دلوقتي ينزل على الكيكه تحت، فانت تقفلي المكان خالص كده، ما تخليش اي منفذ خالص ينزل للكيكه. تمام. هنجيب بقى الفراوله بتاعتنا، فراوله بقى موز كيوي اي نوع زي ما انت عايزه براحتك. مغسوله كويس جدا، متنشفه كويس جدا، متقطعه انصاف زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهبدا برصها باي شكل انت عايزه بقى، شكل عشوائي، شكل منظم زي ما انت حابه. ينفع طبعا تقطعي قطع صغيره كده، مكعبات صغيره، وتنطوريها برضو كده على الوش برضو زي ما انت حابه. ممكن بقى تعملي ميكس ما بين نوعين فاكهه مع بعض، مثلا موز وفراوله. تعملي نوعين يعني زي ما انت عايزه براحتك. بجد بيكون طعمهم حلو جدا الموز والفراوله مع بعض. هنزل بقى عليهم بطبقه الجيلي اللي انا كنت محضراها، وطبعا بارده تماما. كل حاجه لازم تكون بارده عشان ما تسيحش بقى طبقه الكريمه. غطين بقى الفراوله كلها بالشكل ده. هدخلهم بقى التلاجة مش اقل من 4 ساعات في التلاجة عشان طبقه الجيلي تتماسك والكيكه والكريمه تاخد كده من طعم بعضها. بجد طعمها خطير جدا. اسهل حاجه ممكن تعمليها سهله وبسيطه، وتديكي بقى تيست
التورتة، تيست بقى، الجاتوه، حاجة كده بجد خطيرة جدًا، وفي نفس الوقت عملتيها في صينية واحدة ولا خرّجتيها ولا عملتِ يعني حاجات مكلفة أو حاجات صعبة. لو عندِك بقى الصينية بتتفتح من الجنب هتعمليها وتخرّجيها منها، بجد هتبقى معاكِ زي التورتة بالضبط. شايفين ما شاء الله. طبعًا أنا برضه يعني استنيت بس 4 ساعات، عارفين لو بيتوها لتاني يوم هتكون متماسكة جدًا، تطلع معاكِ القطعة كده شكلها مضبوط أكتر، وعايزة أقول لكم طعمها خطير جدًا، بتدوب دَوبان. جربوها ومستنية رأيكم.